السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير واحوالكم طيبه ان شاء الله. خوتي خواتاتي، هاد الشيء راه والله العظيم ولا كيخلع، ولينا حنايا باقي ما ساليناش من اكرام اللي انهت حياتها بديك الطريقه البشعه، حتى كنسمعوا اليوم واحد الفتاة واحدة أخرى حتى هي كتنهي الحياة ديالها. شنا هي الأسباب وشنا هما الظروف وكيفاش حتى نهات حياتها؟ هادشي كامل باقي لحد الآن ما تعرفش. هاد البنت حتى هي باقا ما تعرفهاش شحال عندها في السن ديالها ومع من عايشة وعلاش انهت الحياة ديالها بهاد الطريقة. الوالدين كيغوتوا والعائله وصحاب الحومه كامله تقلبات ملي سمعوا هاد البنت انهات حياتها في ظروف غامضه. غادي نخليكم مع الفيديو ديال الصحفي ديال شوف تيفي وغادي تسمعوا شنو كيقول هو. اما بالنسبه المعطيات شنو هما اللي حد الان راه باقي ما كاين والو الاخوان، راه حتى شي حاجه باقا ما بانتش. ولكن اللي باغيين حنايا نعرفوا علاش ولاو كينهيو حياتهم بهاد الطريقه، علاش وصلنا لهاد الحاله، علاش ولينا ما قادرينش نتقبلوا اننا فقراء او نتقبلوا ان الحياه لربما تبدل. علاش ما وليناش كنبغيو نجتهدوا، علاش ولينا باغيين غير السهله وما بقيناش باغيين نخدموا على الصعيبه؟ هادو هو اللي كيبان ليا، هادشي اللي كيبان ليا انا. الناس ولات ما متقبلاش الحياه ديالها، ولات ما متقبلاتش الاسره ديالها، ولات ما كتقبلش حتى الحاله الاجتماعيه ديالها ما كتقبلهاش وكتنهي حياتها وما عارفاش بان هذيك الحياه تقدر تبدل من هنا لقدام. وبالاخص ملي كيكونوا الوليدات باقين صغار، يقدر شي واحد نهى الحياه ديالو كيكون كبير كيقول لك صافي انا مليت وما تبدل حتى شي حاجه. ولكن ملي كتشوف فيه 16 17 ونهى الحياه ديالو، هنا اللي العقل ديالك كيحبس. زائد حاجه واحده اخرى، غنخلي لكم دابا الفيديو، ولكن ما بغيتش نشارك لكم فيديو مع فيديو. غنحط لكم الفيديو الثاني ديال البنيه اللي كانت هربات وخونات الام ديالها الفلوس. المهم ما غنخربقكمش، شوفوا الفيديو ديال البنت اللي انهت الحياه ديالها اليوم حتى هي وتزادت على اكرام وفي ظروف غامضه. يا ربي السلامة. يعني فتاة صفاتها النفسة واحد ظروف غامضة. المصالح ديال الأمن الوطني، السلطات المحلية يعني عين المكان، ديال الأمن الوطني والسيارة ديال الإسعاف اللي كيقوموا يعني في هذا الأثناء المحاولة يعني لاستخراج الجثة ديال هاد الهالكة. كانت هذه متابعينا ومشاهدينا الاوفياء عن مباشر من حي سيدي عبد الكريم بالضبط. استنفار يعني استنفار امني في عين المكان للمصالح ديال الامن الوطني. الزنقه ديال ولاد تيمه بحي سيدي عبد الكريم، يعني يا ربي السلامه. فتاة اللي صفاتها راسها في واحد ظروف غامضه. العناصر ديال الامن الوطني، الوقايه المدنيه اللي في عين المكان، اللي في عين المكان. السبب غير معروف. حضور العناصر ديال الامن الوطني، السلطات المحليه،
السلطات المحليه، الناس ديال الامن الوطني اللي في عين المكان. كانت هذه متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه على المباشر تفاصيل هذه الواقعه اللي هزات الراي العام بالمدينه ديال سطات، الساكنه ديال حي سيدي عبد الكريم، بالضبط زنقه ولاد تيمه. زنقه ولاد تيمه، يعني زنقه ولاد تيمه. يا ربي تلطف بينا، هاد الشي راه ولا كيخلعو صافي. المهم مدينة سطات حتى هي تهزات بهاد الفاجعة اللي سمعوها ديال هاد العائلة اللي كيسكنوا في مدينة سطات، وبالضبط في زنقة أولاد تيمة. هاد الزنقة هادي شهدات اليوم واحد الكارثة ديال شابة اللي أنهت الحياة ديالها بواحد الطريقة اللي لحد الآن باقا غامضة. البوليس جاو داروا الخدمة ديالهم، وباقي حتى شي حاجة ما تصرح بها. أتخليكم معايا إن شاء الله في القناة، ومن بعد كل ما كان الجديد في هذه القضية غادي نبارطاجيه معاكم وبكل صدق وأمانة، وكنحاول أن هذه القناة تكون فيها مصداقية بلا ما نقدر نطلع كثرة الفيديوهات وتكون المصداقية ما كيناش، هذيك اللي ما بغيتش. كنتمنى أنكم تدعموني، تشاركوا في القناة، تفعلوا الجرس عفوا تفعلوا الجرس، وتبارطاجيو اللي تعم الفائدة، وناخذوا العبر من هذه القضايا اللي حقيقية، واللي كنسمعوا الناس اللي طرات ليهم هما اللي كيحكيوها باللسان ديالهم. خليت لكم الراحة، بالسلامة عليكم وفي بصحة فطوركم.